اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبنا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. مع قناة هلا حسنين. اتمنى بقى اللايك والاشتراك. لو انتي لسه بتتابعيني جديد اعملي لايك واشتراك عشان يوصلك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والنهاردة بقى هنعمل اكلة بدون لحوم، بما ان يعني الفراخ غالية واللحمة غالية، فانا هعمل اكلة اقتصادية كده، نحاول نوفر في ميزانية البيت يعني، مش كل يوم بقى لحوم. النهاردة هنعمل ان شاء الله صينية رز في الفرن. قطعت كده كام حبة بصل، وحطيت كده كام معلقة زيت على معلقة سمنة، واسيبهم بقى يتبالوا على النار براحتهم. وكان معايا بقى طماطم، على حسب بقى انا احط نص كيلو رز في الصينية، على حسب بقى ما انتي عايزة تعملي، نص كيلو الا ربع براحتك. وخرطت بقى كام قرن فلفل حامي كده على البصل، هي بتبقى حامية شوية مشطشطة، بتبقى طعمها جميل، بس ده اختياري يعني. وفي فلفل حامي وفي فلفل بارد، عشان برضو ما تبقاش حامية زيادة عن اللزوم. وغسلت بقى الطماطم كويس وحطيتها في الخلاط عشان اضربها. والبصل معايا بقى اسيبه يدبل، عقبال ما البصل يدبل يكون انا جهزت الطماطم. يلا لو عملتي الصينية دي ان شاء الله هتعجبك، جربيها بس، وبدون لحوم وبدون اي حاجة، وتعملي جنبها حاجة بسيطة، اي اكلة تاني. لو عندك جبنة، ما عندكيش حاجة، هي مع عيش ومخلل فضل ونعمة. كنت بقى بضرب الطماطم، ومعايا حبتين بطاطس، يعني مش كتير عشان هما بس بيبقوا حاجة بسيطة فيها كده. ويدبل بقى البصل براحته، ونقشر بقى البطاطس، يعني خليها على نار هادية عشان يدبل، ما يتحرقش منك. او حبيتين بطاطس، يعني ربع كيلو بالكتير اوي، ربع كيلو. وهقشرهم بقى واقطعهم حلقات واغسلهم، واحطهم بقى لما الصلصة تتسبك، بس لسه ما تتسبك بقى براحتها. كنت هنا وهنا يعني عشان برضو الحلة ما تتحرقش مني، هقشر واقلب، هقشر واقلب. هو غدا حلو جدا، يعني ينفع حتى في رمضان برضو، مش هيقول لا. أكلة يعني فيها بطاطس وفيها رز وفيها كل حاجة. كنت بقى غسلت البطاطس، هقطعها بقى حلقات، يعني مش تخينة اوي ولا رفيعة اوي، وسط، عشان تستوي معايا بسرعة. يلا اعملي الصينية دي بقى وادعيلي. والبصلة كانت بتاخد لون معايا، وانا كده كنت بطبخ تحت عند حماتي، فانا اللي عملت الاكل. اجيب بقى الطماطم، انا كنت ضربتها في الخلاط وسايباها جنبي لحد اما اجي افضيها. فضيت الطماطم بقى وابهرها بقى باللي عندك، يعني اللي موجود حطيه. كنت كده حطيت نص معلقة فلفل اسود، واحط بقى بهارات. عندك كمون عايزة تحطي، لا موجود عندك حطيه. وحطيت بهارات، والملح بقى، الملح بقى حسب ما انتي
بتحبيه. احنا بنحبه الاكل يعني مظبوط، ولا هو حادق ولا هو دلع. وكده بقى كنت سبتها تتسبك براحتها. كانت بقى سايباها تتسبك، والنار طفت، ولعت عليها تاني، وولعت بقى الفرن عشان ايه اجهزها واحطها في الفرن. الفرن لما بيبقى سخن شوية بتبقى بتنزل بتهدر على طول. هحط بقى البطاطس في قلب الصلصة تستوي حبة، هما بحبيتين بطاطس بس. انزلهم بقى واسيبهم ايه يستووا ايه يعني 10 دقايق كده. كده كنت بدوق الملح بتاعها، وزودتها بقى حبة مية عشان هنزل بالرز في قلب الحلة، يغلي غلوة واحدة وافضيه في الصينية عشان ما ينزل في الفرن يبقى بيغلي على طول. كنت بسيب بقى البطاطس تستوي ونزلت بالرز. ده كان نص كيلو رز معايا، غسلته كويس وصفيته ونزلت بيه، واظبط بقى الملح بتاعي يعني. وتزويدة الرز متبقاش كتير عشان ما يعجنش منك، يعني مظبوطة كده. كل شوية كنت احط ملح على دلع، احط ملح على دلع كده. بقى كنت ظبطت ايه كمية المية، حسيتها برضو دلع حبة، فقلت ايه اديها حبة ملح. وطفيت بقى عليها ونزلت بقى بالرز في الصينية، ونزلت بقى بيه في الصينية كله. يا دوب مساحته كده بتبقى متغطية بالشوربة، وانا دلوقتي اهزه هتتغطى معايا اهو. عشان بحطه في الفرن طبعا ما يعني بياخد ربع ساعة سوا كده، مبياخدش كتير. وده كان قرن فلفل حامي عندي على قرن بارد، يعني حطيتهم ايه كشكل كده بس. وانزل بقى بيها في الفرن. بصوا شكلها تفتح النفس ازاي. حتى الشبكة تحت خالص، يعني مش حطاها على الصاج، لا حتى الشبكة رفعها شوية كده. بقى كنت هعمل معاكم دقة بسمسم. كان عندي سمسم كده فكنت بحمصه. دي اختراع يا جماعة، اعملوها بقى وهتدعولي. حماتي بتقولي ريحتها تفتح النفس. ده سمسم ني، وانا اللي بحمصه. لو عايزة تجيبيه متحمص مش مشكلة، بس اما بحمصه واجي اطحنه على طول بيبقى حلو، بينطحن معايا على طول، بيبقى ناعم. احمص فيه بقى وافضل اقلب فيه لحد لما بيتحمص وبياخد لون. هو انا عليت النار عليه بس دلوقتي هاديها، بس هو ما بياخدش يعني كتير على النار، يعني 10 دقايق 5 8 دقايق بالكتير بتلاقيه خد لون. اهو هديت النار لازم تبقى هادية عليه. والحلة دي بقى كنت هعمل فيها حبة ملوخية، بما انها اكلة اقتصادية فهنعمل ملوخية بمية ومكعبات. كان عندي حلة كده، جبتها حلة صغيرة واولع عليها بقى على النار كده. كان السمسم معايا اتحمص وركنته على جنب، وحطيت المية على النار عشان تغلي وسبتها. اهو كان اتحمص معايا وكان ده شكله.
هطحنه بقى في الكبة على طول، يعني اسيبه يهدى كده دقيقتين واطحنه على طول، عشان برضو ما يبقاش سخن على الكبة ويبوظها. في كبة الخلاط بقى عندك كبة تانية الكبيرة شوية، انا عملت في الكبيرة عشان مكنتش لاقي بتاع الخلاط بصراحة، فكان عندي الكبة دي بقى ففضيت فيها وحطيت عليه بقى بهارات مملح، انا اسفة، حطيت عليه ملح مملح، ملح مبهر على ملح سادة، الملح التاني عليه كمون وعليه شطة وعليه فلفل اسود وعليه بهارات اي نوع توابل، حطيتهم وضربتهم. بصوا شكلها دي بقى تحطي منها على فول، تحطي منها على طعمية، تحطي منها على بطاطس، على اي حاجة، كفاية ريحتها وطعمها. جربوها بس، اختراع دي يا جماعة. كنت بقى خلاص كده غسلت الملوخية وكنت هخرطها، عشان بقى ايه، انا حاطه الحله على النار فيها ميه بتغلي، وانزل فيها بالمكعبات واحط الملوخيه. اكله من غير لحوم خالص خالص، عشان اللي تقولي ما عنديش شوربه لا خالص، اهو بدون اي حاجه فيها لحوم. ان شاء الله يبقى اعملكوا طريقه البتنجان برضو المخلل من غير زيت خالص، بما ان الحاجه الغاليه يعني فلازم ايه نوفر ونحافظ على ميزانيه البيت. اهو على رأي الشيف هلا فهمي، الملوخية من غير مخرطة زي الحلة من غير غطا، يعني ما تعملهاش في الكبة. بسمع الناس تقول اعملها في الكبة، وفيها ناس بتسلق الملوخية وتعملها في الكبة، لا طبعا مبقاش لها طعم. هي الملوخية كده على صينية ومخرطتك الجميلة دي وانزلي عليها خرط، هي احسن طريقة الملوخية دي، عشان شفت ناس بتضربها في الكبة بصراحة، بس ما عجبتنيش الطريقة، تقولك بتريح بس ما عجبتنيش الطريقة. هي ما بتاخدش برضو يعني ايه في الخرط، ما خدتش مني يعني 5 دقايق. عايز تغسليها بقى وتنشفيها وتحطيها في صينية تنشف كده، تفرديها وبعدين تخرطيها، بس ما تسيبهاش كتير برضه عشان يعني ايه الورق ما ينشفش. اهو يا جماعة في دقيقتين كنت مخلصوها. كان معايا الطاسة بقى بتاعتي وحطيت فيها معلقة دهن، ده مش سمنة يا جماعة، ده دهن، احنا عندنا بنعمل ملوخية بدهن، يعني احسن حاجة هو الدهن، احلى من السمنة الصناعي كتير، على الاقل عارفة مصدره ايه. ونزلت بقى بالمكعبات بتاعتي في الشوربة في المية، وعملت احلى شوربة. وكان عندي كده الدهن بتاعي بيسيح، حطيت فيه معلقتين توم واسيبهم بقى يحمروا، قبل بقى ما الشوربة بتاعتي تغلي هيكون التوم احمرت، هي هتغلي على طول عشان انا كنت سايباها على النار يدوبت المكعبات تفك بس كده معايا. ونزلت بقى بكمية الملوخية بتاعتي، والتومة برضو معايا ايه بتحمر، وكنت بقى بفكها على طول كده بسرعة، والتومة بتاعتي احمرت، وانزل بقى بالطشة. شايفين الحركة دي طبعا اساسية عندنا، احلى حبة ملوخية هتاكليهم، احلى كمان من اللي انتي عاملاها بشوربة. ودي الصينية بقى كانت خرجت من الفرن. بصوا بقى، هو ده كان الغدا يا جماعة، حطيت الملوخية في طبق